وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول موضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا حاجة مريم ويشفي كل مريض. وربنا يشفيك يا ام اماني ويشفي كل مريض. ربنا يشفيك يا ام نواف وترجعي لبلدك بألف سلامة يا حبيبة قلبي ويشفي كل مريض. وربنا يطمنا عليك يا علا انت وشمرية حبيبة قلبي. طبعا كلكم يا حبايبي شفت الاحداث اللي حصلت في المواضيع اللي طرحتها رانيا في البث العالمي اللي عملته، واللي اساءت فيه لطليقها واهل طليقها وقالت كلام بما فيه الكفايه. طيب انت يا رانيا بتقولي ان انت حياتك مش محتوى قناتك. انت اللي خليتي حياتك محتوى قناتك يا رانيا، بدليل انا دلوقتي لو مش عايزه اخلي حياتي محور في اليوتيوب ولا الناس تتكلم على اطلع اتكلم ليه عن اي مشكله تحصل لي؟ ما خلاص احل مشاكلي على الخاص. اتفاجئ بمنتدى، يعني انا داخله اليوتيوب اتفاجئ بمنتدى عاملاه من كام يوم مصوره ودن بنتها كده بالحلق، وتقول الحلق ده اللي انا بعته ده يا حبايبي قرطاس. شوفوا شايفين ذوقه كويس وجميل ازاي؟ شايفين ذوقه حلو ازاي؟ شايفين ذوق رانيا جميل ازاي؟ بس ان شاء الله ربنا هيعوضها وهجيب لها اللي احسن منه. طيب انا كصاحبة قناة نقد، صاحبة قناة محتوى، هو محتوايا نقد، او كمتابعة عادية وبختلف معاك في الرأي، لما الاقيكي منزلة منتدى زي ده وبتتكلمي عن حاجة يعني لا مؤاخذة يعني تافهة زي دي، هتكلم واقول ايه رد فعلي ورد فعل المتابع الذكي اللي ما بيندحكش عليه بالكلام؟ انتي مصوره ودن بنتك بالحلق وبتقولوا شوفوا منظره جميل ازاي، شوفوا ذوقه حلو ازاي، وعايزه تعرفي الناس ان انتي بعتيه. انت حتى يعني لا مؤاخذه يعني في الكلمه شحاته، وما انتش ذكيه، ما انتش يعني رغم المحاولات اللي بتحاولي تعمليها بانك لبقه في الكلام، بس للاسف انت بتوقعي نفسك بنفسك. انت بتوقعي نفسك بنفسك. لو رجعتي فلاش باك كده يا رانيا ايام ما انت كنت في العمره، بصراحه ربنا كانت نور وعبد الله ممشيين القناه 10/10. انا بنفسي قلت لنور في فيديوهات انت لو فضلت القناه بتاعت امك كده انت فيها بنفس النظام كده، القناه ده هتطلع فوق وهترتفع جدا جدا، لان بصراحه مونتاج كان جميل، محتوى كان جميل، غيرك خالص. انت عايزه تيجي تضحكي على الناس بكلمتين معسولين منمقين يبان فيهم ان انت مثقفه قوي، وتضحكي على الناس بكلمتين ويقولوا ما فيش زيك انت في اخواتك، انت ما فيش زيك في اخواتك ولا في اليوتيوب كله. لا، المتابع عايز حاجه تتفهم. انا بلاحظ يا رانيا اما بدخل في بثاتك على السطح واتفرج على بثاتك احس ان انا بسمع فيلم ليوسف شاهين مانيش فاهمه منه حاجه. ما هو افلام يوسف شاهين المخرج الكبير اللي مات ده ما كانش بيتفهم. الناس تسمع الفيلم من اوله لاخره وتطلع مش عارفه الفيلم كان بيتكلم على ايه ولا نظام قصته ايه. يعني اهدي على اولادك وعلى نفسك، وبنتك بدأت حياة جديدة، وانت اعرفي ان البدايات ممكن تبقى كويس. خليك يا ستي في اخطاء حصلت منك او حصلت منه اطوي الصفحة ديت وابدأي من جديد، لان اللي ملوش ماضي
ملوش مستقبل. اتعلم من اللي حصل لي في الماضي سواء كان حلو سواء كان وحش، وامشي بالمستقبل بعيالي. ودي سنة الحياة. سنة الحياة في مطلقات وفي ارامل وفي ناس ستات رجالتهم بتبقى موجودة وعايشين معاهم وما بيصرفوش على عيالهم، وهم اللي بيطلعوا بيشتغلوا على دراعهم. يا رانية انت احسن من غيرك بمراحل. انا عن نفسي ليا اخت زوجها توفى وهي عندها 25 سنة، يعني في عز شبابها. في بنات كتير في السن دي الوقت الايام دي ما بتبقاش متجوزة، وسيب لها 4 اطفال، ولدين وبنتين، وجرت وشقت عليهم على دراعها زي حلمية كده، وما كانش يعني حيلتها اي حاجه. وبسم الله ما شاء الله ولادها الصبيان الاثنين عملت لهم شقق، وبناتها جابت لهم احلى اجهزه زي ولاد احسن اغنياء في البلد. واسالي لبنى اختك كده بتوع كفر الشيخ بيجهزوا ازاي. البنت بتتجهز زي عروستان في اي مكان. فالدنيا ما بتوقفش على حد مات، ولا على حد طلق مراته، ولا على حد ساب ولاده ومشي. الدنيا ماشية والحياة ماشية. المهم ان الواحد يعمل الواجب اللي عليه وبس. وطول ما الانسان عامل الواجب اللي عليه خلاص. انما هتطلعي تضحكي على الناس بكلمتين وتقولي كلمتين يا رانية، الناس اذكياء واللي بيتعاطفوا معاكي كل شيء، كل واحد حر في رأيه. انا ممكن اختلف معاكي في حاجة معينة، في ناس تتفق معاكي عليه وعادي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. انا لا عمري لا سئلك لا في شرف ولا في سمعة ولا في حاجات من دي، لان دي حاجات ما اقدرش اجي يمها. انا بتكلم عن اساسيات. انا كنت معاكي في الاول، ولما عرفت الوضع والدنيا ماشية ازاي ده رأيي. والوقت الفيديو بتاعي ده رأيي من خلال المحتوى اللي انت بتنزليه، لانك انت عاملة دلوقتي طريقك واهله محتوى لك، فبالطبع لازم نرد على اللي انت بتعمليه ده، رد على البث وعلى المنتدى اللي انت عملتيه بتاع الحلقة. اللي ازاي يعني بنتك ما زعلتش منك وهي ده خلاص داخله الجامعه وانت عماله تصوري ودنيها وبتتكلمي بالشكل ده، وابنك الراجل. يعني مش ممكن شباب في يوم من الايام يتناقشوا معاه ويعايروه باللي انت بتعمليه؟ عيب. ومشي في محتواكي، والرزاق موجود، وربنا هيجيب لك رزقك، هيجيب لك رزقك. وانت احسن من غيرك كتير، احسن من غيرك كتير. غيرك بيتطلق ومعاه قرطة عيال وما بياخدش الا ملاليم، ولا حيلته وظيفه ولا حيلته قناه ولا حيلته اي حاجه. يا بنتي احمدي ربنا وابتدي بدايه صحيحه. يا رانية انت بتخلي ناس كتير تاخد صوره وحشه عنك. يعني مثلا في القعده الاخرانيه اللي اتعملت دي، انا جالي خبر وعرفت من مصادر موثوق منها، ومش من مصادر موثوق منها، ومن قنوات كمان على اليوتيوب من ضمنهم محلاوي، ان انت اخوك ساب لك القعده وما كانش عاجبه كلامك ولا عاجبه اللي انت بتعمليه. كل شويه تصوتي وكل شويه تصرخي وتعملي حاجات، الناس بقت تستعجب عليك وتستغرب عليك. يا بنتي الحياه مش كده. يعني الانسان النرجسي بيبقى عايز كل حاجه ليه. لا، الحياه مش كده. مش كل حاجه ليك، مره ليك ومره عليك. هي الدنيا كده، هي امور الدنيا كده. لا الدنيا هتبقى معايا على طول ولا عليا على طول. يا ريت تكوني فهمتي الاحداث اللي حصلت ديت، وتبتدي باولادك بدايه صحيحه. والانسان كرامه، لازم البني ادم فينا يصون كرامته علشان يقدر يعيش عيشه يعني عيشه ادميه بمعنى اصح. الانسان من غير كرامه ما يسواش يا رانية. وربنا يصلح حالك وحال اولادك ويهديك لطريق الخير. ندخل على مين؟ على حمادة داوود وشهيره والصد والرد، وبالاكتر حمادة انا عاجبني ان انت لا بتصد ولا بترد دلوقتي مع اي حد. ونزلت كمان منتدى قلت ان انت مش هترد على بنت الشيخ، ولا هترد على تيتا منى، ولا هترد على شهيره، ولا هترد على الناس دول. ويوم ما هتطلع ترد
هترد رد يقسم وسطهم. فيا ريت يا ريت يا ناس حافظوا على ماء وجهكم، وحافظوا على سمعة اليوتيوب المصري اللي انتوا خلتوه في الارض بألفاظكم وسبابكم وعملكم اللي ما تتعملش دي. يعني انت يا شهيرة في البثوث بتاعتك دايما بتتكلمي عن هناء وعن حمادة، اتكلموا عليكي ما تكلموش، انت بتتكلمي واخداهم هم وحلمية وعيالهم محتوى. عيب وما ينفعش، وربنا يشفي لك بنتك وربنا يصلح حالك يا بنت الناس. ما ينفعش، لازم الانسان يكون عنده مبدأ. خلاص مشكلة وكانت بينكم وبين بعض واتفضت ووقف الصد والرد، انت ليه بتتكلمي عنهم؟ فهم بالتالي ممكن يطلعوا يردوا عليكي ورد يوجعك، وانت خلاص انت ما انت الصغيره للكلام اللي بيحصل ده. عيب، انتوا بتقولوا الفاظ في البثات بتاعتكم لا ترضي عدو ولا حبيب. انا بستغرب المتابعين عندكم راضيين ازاي بالالفاظ اللي بيسمعوها دي، راضيين ازاي؟ عيب، عيب اللي بيحصل ده، عيب اللي بيحصل ده يا حماده. انا بصراحه ربنا عاجبني اسلوبك وعاجبني محتواك وعاجبني النقله اللي انت نقلتها لنفسك بعيد عن المشاكل ديت. عرفت انك انت مالكش الا محتواك وبيتك ومراتك وولادك وبناتك، وعايز ان طبعا يكون في سمعه كويسه تقابل ولادك به. فانت كده ماشي في الصح، والف مبروك لبنتك. والتكريم ده مش تكريم لبنتك بس يا حماد، ده تكريم لك ولمراتك ودليل على ان كنتم ماشيين في طريق صح. يا ريتك تفضل ماشي في الطريق ده، حتى لو شهير ومنى ووفاء الشيخ طلعوا اتكلموا في اي حاجه، يا ريت ما تردش. وعتاب الندل اجتنابه، ولا ترد لا على ده ولا على ده. وهم ساعه ما هيزهقوا متابعينهم من نفسهم هيقولوا لهم هم ما بيتكلموش عليكم، انتوا بتتكلموا ليه؟ يا ريت يا حماده تاخد الخطوه دي زي ما خطيت خطوه وبعدت عن مشاكل العيله ولا بتصد ولا بترد، وفي حالك وفي محتواك لازم تكمل كده علشان خاطر ولادك. وبعدين بناتك بسم الله ما شاء الله هيبقوا في مستوى تاني، عايزين يعني بيئه كويسه. ويا ريت يا ريت ما تردش على حد، مهما اي حد يقول اي كلام ما تردش عليه. الوقتي كلمتين لمين؟ لملكة اللي اقول ايه، لملكة الكلام البراك اللي على الفاضي اللي مش من القلب. لمين؟ لأم الدواهي او ام ديل بصراحة ربنا. يعني هقول لك لزاهية كلمتين لزاهية. الوقت انت بتقولي ان مرات ابني مش محتوى ومش هخليها محتوى وكده، انا متأكدة تمام التأكيد ان ده بناء عن ايه؟ عن كلام محلاوي في البث الاخير هو ومراته لما قالوا ان انت هتخلي مرات محمد زي حلمية بالظبط. انت يا زاهية انت نرجسية وما بتحبش الا نفسك، واستحالة كنت هترضي ان بنت الناس ديت يبقى لها كيان على اليوتيوب وتسحب البساط من تحت رجليك. فده كان شيء يعني هيضايقك قوي وهيتعبك قوي. انت بتقولي انا مانيش عايزاها تبقى محتوى في القناة، وعلشان الناس ما يرجعوش يقولوا لي هاتي سوسو وعايزين نشوف سوسو، عايزين مش عارفه ايه. يا زاهيه اللي ربى خير من اللي اشترى. انتي لو سبتي سالي معاكي في القناه هتبقى حلميه رقم 2، وممكن كمان ابنك يبقى عدو لكي، لانه طبعا مش هيتبسط ولا هيفرح قوي بالاساءه لمراته، لان هو زي عبد المجيد بالظبط. فهو هيبقى تبعها وعلى هواه، لو اسأت له هيسيء لكي والدنيا هتبوظ والسمعة هتبوظ. فعلشان كده يا بنت الناس انت اخدتي الخطوة دي بصراحة انا معاكي فيها. انا شوف انا رغم ان انا ضدك في حاجات كتير، بس انا معاكي في الخطوة دي علشان الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، لانك انت هتباني على حقيقتك اكتر واكتر للناس لما هتظهري سالي معاكي. لو سالي كان لها كاريزما وقبول وحسيت ان الناس هتقبلها وهتنساكي،
هتدوسي، ولو دوستي هتدوسي على ابنك، وابنك لو انت مسيتي مراته مش هيسيبك ولا هيسمي عليكي، لان هو مش هيبقى حلمية ولا هيبقى الدسوقي الناس الطيبين دول، لا ده هي ساعتها بقى هيفرش لك الملاية. شفتي لما شتم طارق وانتوا بتتكلموا في السكرينات والبثات والحاجات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها ساعة البثات وكده، وطلع وشتم طارق واتكلم عن الفلوس وما الفلوس، كان هيشرشح لك ويفرش لك الملاية. ما تفكريش ان انت وقت ساعتها بقى التربية بتاعتك هتبان على اصله. فعلشان كده ترحمي نفسك من اللي ممكن تشوفيه، وان الفضايح كتير ما تبقاش كتير على اليوتيوب. خلي مرات ابنك في حالها. انت دلوقتي بتقولي كان في شغل كتير وما شغل كتير، وانتوا عايزين شغل وتعب ومش عارفه ايه. ما الشغله المداريه مرات ابنك تعمل، ولازم ان انت كل حاجه تعمليها قدام الناس؟ امال هي يعني انت هتتجوز ابنك على ايه؟ هتاكلها وتشربها وهي نايمه؟ ما عادي، ما كل واحد يشتغل. ولا انت خدتي على ان الرجاله هم اللي يشتغلوا وخلاص؟ خلاص، اذا كنت انت عايزاها تشتغل وتقعد والرجاله بتاعتك تشتغل، ويبقى يعني اقول ايه 5 منارات في البيت، خلاص بقى انت حره في نفسك. انما قرار صائب ان انت تبعدي مرات ابنك، لانك مرات ابنك هي اللي تكشفك على حقيقتك.